ده يا جماعه كارثه، ما ينفعش نستمر في كده. يعني ايه حد بيشتري عقار لحد وبيوريه له على الواتساب؟ اخر 3 سنين من 2022 كده تقريبا، ومع فكره التعويم اللي حصلت والدولار طلع من 20 قرب ال 70 في السوق السوداء، الفتره دي شهدت حاجات كتير قوي على مستوى سوق العقارات في مصر. مطورين جداد ظهروا، خدوا اراضي جديده، مطورين قدام خدوا اراضي اكتر، لونشات واطلاقات مشاريع اكتر واكتر واكتر. فبقى في برودكت اسمه عقار منتشر بشكل كبير جدا، محتاج حد يبيعه. ده ترتب عليه ان شركات البروكرز تزيد، وشركات البروكرز القديمه اللي كانت اوريدي فاتحه تزود عدد الناس اللي شغاله فيها كسيلز. طيب ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه ان الناس اللي بتشتري عقارات بقى في ناس كتير جدا بتبيع لها عقارات. يعني لكل كاستمر او لكل كلاينت مبقاش في بروكر واحد، بقى في 2 و3 و4 و5 و50. ده بشكل او باخر شكل عمليه سبامنج على الكلاينت. يعني ايه سبامنج؟ يعني عشوائيه. يعني انا كبروكر بحاول اوصل له، ما وصلتلوش هديه لزميلي، زميلي ما وصلش زميله هيوصل، الجروب هيوصل، التيم هيوصل، التيم ده ما وصلش هيخرج للتيم التاني، التيمين ما وصلوش هيخرج لفرنشايز تاني، الفرنشايز ده ما وصلش هيخرج لفرنشايز تالت، وهكذا. فبالتالي العميل باي ديفولت كده بطريقه سب كونشس او بطريقه لا واعيه كون ديفنس ميكانيزم تجاه الموضوع ده، اسمه اولا يا اما انا مش هرد على ناس بتبيع عقارات، يا اما لو رديت هقول للي بيكلمني ده ابعت لي على واتساب الاوفر اللي انت بتتكلم فيه او تفاصيل اليونت اللي انت بتتكلم فيها. النقطه بتاعت الواتساب دي بقى هي اللي انا عامل عشانها الفيديو ده. يا جماعه كارثه، ما ينفعش نستمر في كده. يعني ايه حد بيشتري عقار لحد وبيوريه له على الواتساب، بيبعت له تكست مسج وصوره او فيديو وشكرا على كده؟ العقار هو برودكت مش رخيص، ده من يعني يعتبر اغلى سلعه او اغلى برودكت موجوده في العالم، صح؟ او من اغلى، بلاش نقول اغلى، يمكن في حاجات اغلى من اغلى، صح؟ فبالتالي ما ينفعش اشتري لك عقار وانا ببعت لك صورته على الواتساب. الاولد سكول في العقارات كانت اوف لاين ميتنج، يعني تيجي تقابلني تشرب معايا قهوه، نروح انا وانت نتفرج على اليونت لو هي مبنيه، نروح السيلز اوفيس مكتب المبيعات بتاع الديفلوبر ده لو المشروع ده لسه مش مبني واوف بلان، نتعرف على الناس في الشركه، نشوف سابقه اعمالهم ايه، نبص على العقد لو في عقد. خطوات كلها هدفها تخلق ثقه، فبالتالي ما ينفعش تخلص على الواتساب. فالكارثه دي لازم تقف. انت كبروكر ما ينفعش تعيش فيها، ما ينفعش تعمل تقضي يومك في انك تعمل كل يوم سندنج لكذا 100 مسج، مسج في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه في العشره في الالف، واسمك كده بتكلم كلاينتس. طب ما احنا لو جبنا شات بوت او اي اي تول بتعمل موضوع برودكاست ده هتعمل القصه دي. وانت ككلاينت مطلوب منك حاجتين. اولا بلاش كلمه ابعت لي واتساب دي، لانها بتساعدك تعمل ايه؟ تستسهل فكره طلب المعلومه من كل البروكرز اللي بيكلموك. فانت لو بيكلمك 10، ال10 دول مينيمم هيبعتوا كل واحد فيهم هيبعت 2 اوبشن. انت لما يبقى عندك 20 اوبشن بتفكر فيهم، يبقى قابلني لو استقريت على حاجه.